تالتة ثانوي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده بنك ال50 سؤال على المحول الكهربي والمحرك او الموتور. البنك ده برضو اسئله محاكاه لاسئله الثانويه العامه مع اسئله افكار حلوه. يلا نحل مع بعض. طبعا انت المفروض ظابط المحول والمحرك، افكاره وكل حواراته هنبتدي نطبق عليها دلوقتي. اول حاجه بيقول لي الشكل يمثل محول كهربي. طبعا اهم حاجه نوع المحول، هو مثالي ولا غير مثالي، وهو رافع للجهد ولا خافض للجهد. وقلنا الرافع للجهد خافض للتيار، والخافض للجهد رافع للتيار. متوصل هنا بمصدر متردد عشان يشتغل، والمصدر ده ثابت الجهد، يعني الفي بي بتاعتي هنا اللي بتشغله مقدار ثابت. وقال لي يمكن تغيير تردده، يعني انا ممكن اغير تردد المصدر بينما يتصل الملف الثانوي بمصباح مضيء عند زيادة تردد المصدر. هو ايه اللي هيغير اضاءة المصباح؟ المصباح ده بيشتغل بفي اس وبيشتغل باي اس. طيب مش احنا واخدين ان الفي والان بينهم علاقة طردية، وقايلين ان الفي مع الاي بينهم علاقة عكسية، قايلين كده، وقايلين ان الان مع الاي بينهم علاقة عكسية، ولا يشترط في ثالث قانون ده المثالية على فكرة، يعني سواء مثالي او غير مثالي ينفع. طيب يعني مفيش في المعطيات اللي تغير الاي او تغير الفي التردد، يعني التردد مش هيغير لا جهد الثانوي ولا تيار الثانوي، وبالتالي لا تتغير شدة اضاءة المصباح. احنا عارفين العوامل اللي بتغير الفي اس وتغير الاي اس بتاعتك. طب تعالى السؤال اللي بعده. السؤال هنا بيقول لي الشكل المقابل يمثل محول، وقال لي ان هو محول غير مثالي. لما بيبقى غير مثالي يبقى القدرة اللي بتوصل للثانوي دايما اقل من القدرة اللي بينتجها الابتدائي. مستخدما البيانات اللي قدامك انك معاك ان بي ومعاك ان اس، وهو واضح كده ان هو محول. عدد لفات الثانوي عندي هنا اكبر من عدد لفات الابتدائي، يبقى جهد الثانوي اكبر من جهد الابتدائي، يبقى هو رافع للجهد، والرافع للجهد بيبقى خافض للتيار، يعني الاي اس بتاعتي اقل من الاي بي. فهو بيسالني اي اختيار ممالي صحيح؟ هل الاي اس اقل من الاي بي؟ طبعا صح. هل في اس اقل؟ لا، ده رافع للجهد. قدره متساويه؟ لا، ده غير مثالي، وهو محول رافع للجهد مش خافض للجهد. طب جميل. السؤال اللي بعده. السؤال هنا بيقول لي الشكل المقابل دول 3 محولات كهربية، والمحولات دي مثالية. أهم ما في الموضوع المحولات مثالي ولا غير مثالي، ورافع للجهد ولا خافض للجهد. طيب من البيانات اللي قدامك عايزين نثبت عدد لفات اكس الواي لزد. تعالى ندرس محول محول. هي مش الفي والان علاقه طرديه؟ مش انا لسه قايل لك الفي مع الان علاقه طرديه؟ طب تعالى، ان الابتدائي بقت ان اكس، مش عارفين هي كام. الجهد الابتدائي الفي بي كان في، والفي اس 4 في، يعني زايد 4 امثال، فده يخلي عدد اللفات تزيد 4 امثال فيبقى 4 ان. يبقى انا كده ان اكس بتاعتي ب 4 ان. طب تعالى هنا كنت الفي بي ب 2 والفي اس بتاعتي ب 4، يعني زادت للضعف، يبقى الان تبقى 2 ان، هيزيد للضعف. انا معتمد على ان العلاقه بين الفي والان علاقه طرديه. طب تعالى انت كنت هنا في وبقيت 2 في، يعني الجهد بتاعك الفي بي زادت للضعف وبقت 2 في، يبقى عدد اللفات تبقى 2 ان برضه. طيب يبقى النسبه كده من ان اكس، لو انت عايز نسبه ان اكس زي ما هو كاتب لان واي لان زد، يبقى انت كده عايز النسبه بين 4 ل 2 اللي هي نسبه اقسم على الاثنين طبعا تبقى 2 لواحد لواحد بنفس الترتيب ده، لان هو كاتبها ان اكس لان واي لان زد. تبقى الاجابه ج مش الف، بنفس الترتيب بتاع السؤال، ودي بتضيع درجات، فتبقى مركز فيها كويس. جميل. ده السؤال لمحولات مثالية. طب تعالى السؤال اللي بعده. الشكل المقابل يمثل برضو محول مثالي. هو هنا بيتكلم على ان المحول ده مثالي. مستعينا بالبيانات اللي قدامك عايز قيمة الفي 2. الفي 2 دي طبعا اللي هي الفي اس، وعايز اي 2 اللي هو الاي اس. تعالى هنا انا معايا هنا في بي، حلو الكلام، انا معايا في بي ومعايا اي بي، وانا لقيت ان هنا عدد لفاتي كانت ان بقت 4 ان، يعني والمحول طبعا مثالي، وانا عارف ان العلاقه بين الفي والان هي اصلا علاقه طرديه. عدد اللفات زادت 4 امثال،
يبقى المفروض الفي ده يزيد 4 امثال على طول بالفهلوه، ما تضيعش وقت في القوانين. اضرب 220 في 4 من اسلام، تطلع الفي 2 اللي هي الفي اس 880 فولت. طيب هي مش عدد اللفات زادت 4 امثال؟ يبقى احنا واخدين ان عدد اللفات عكسي مع التيار، وده قانون لا يشترط فيه المثاليه، يعني بيتطبق في المثالي والغير مثالي. طيب انت مش عدد اللفات زادت 4 امثال، يبقى تيارك يقل للربع، يبقى ربع التمانية كام؟ يبقى اي 2 دي تطلع 2 امبير، وتبقى الاجابه الصح هي الاجابه ج. برضو مسائل المحول فيها سنه فهلوه في المسائل المتوسطه بتاعتها. طيب تعالى كده السؤال اللي بعده، بيقول لي الشكل المقابل ده محول كفاءته، يعني ده غير مثالي، معايا الايتا بتاعته كفاءته 80%، يتصل ملفه الثانوي بجهاز يعمل على فرق جهد قيمته العظمى. ما ينفعش. ليه يا باشا؟ المصدر دايما شغال في افكت، يعني الفي بي اللي هو عطاني دي هي الفي افكت اصلا. المصادر المتردده تعمل بالافكت مش بالماكس، وبالتالي فرق الجهد بتاع الثانوي لازم يبقى افكت. طب هو عطيني الفي ماكس، انا قايل لك قبل كده الفي ماكس اقسم على جذر 2، يبقى اقسم لنا 70 71 من 100 على جذر 2 تطلع في ثانوي، يعني 49 99%، يعني كأنها 50 فولت، صح كده؟ طب ده الفي اس افكت، انا دايما شغال في المحولات افكت. طب انا معايا الفي بي ومعايا الفي اس ومعايا ان بي، اقدر اجيب ان اس اللي هو عايزها، ومعايا ايتا. قانونك بيقول ايه؟ ايتا بتساوي علاقة الفي مع الان، يبقى في اس ان بي، احنا واخدين قانونين لايتا، على في بي ان اس. ايتا بتاعتي اللي هي 80%، يعني 80 على 100. الفي اس جبناها ب 50، والان بي بتاعتنا ب 200، والفي بي هو عطاها لي هنا ب 250. المحولات تعويض مباشر، بس مش عايزين غلطة رياضة في مين؟ في ان اس. انت ممكن تختصر. اختصر ايه؟ ان الصفر هنا راح مع الصفر ده، وانا عندي صفر هنا راح مع الصفر ده برضو، يبقى انا كأني هنا معايا 8 وهنا معايا 25، يبقى هقول له 50 في 200 على 8 في 25، صح الكلام؟ تطلع ان اس بتاعتي بكام؟ 50 لفة. وبرضه مسألة عادية جدا على المحول بس الغير مثالي. طب تعالى كده شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هنا بقى، الشكل المقابل يمثل محول كهربي كفاءته 75%، يعني غير مثالي، ايتا 75%. احنا بنبقى دايما محتاجين نعرف مثالي ولا غير مثالي، رافع للجهد ولا خافض للجهد. عندما يطبق على الملف الثانوي جهد متردد، ادي الفي بي افكت طبعا، وعدد لفاتي هنا هو قايل لي ان، ماشي، ويكون جهد الخرج اللي هو الفي ثانوي طبعا افكت ب 50. واذا علمت ان تيار الابتدائي، يعني انا معايا اي بي، طب هي الاي بي بتاعتي بكام؟ 1 امبير. عايز قيمه المقاومه ار. طب ما انت عشان تجيب ار، ما هي ار دي هتساوي الفي اس، فرق الجهد اللي بيتصرف عليها، على التيار اللي بيعدي عليها اللي هو مين؟ اي اس، صح؟ يبقى انت ناقصك هنا مين؟ اي اس. طب جميل، ما كل حاجه معايا ايتا، القانون الثاني الايتا في اس اي اس اللي هي قدره الثانوي على في بي اي بي. يلا بينا. هو قال لي 75%، يعني 75 على 100 بتساوي في اس بتاعتي 50، وانا عايز الاي اس، والفي بي بتاعتي 200، والاي بي بتاعتي بواحد. الصفرين دول طاروا مع الصفرين دول، يبقى انا كده هقول له ايه؟ 75 في واحد اللي هي 75، 75 على 50، صح الكلام؟ يبقى الاي اس بتاعتي تطلع 3 امبير. طب بما انك جبت الاي اس، يلا بينا، يبقى 50 على 3 اوم، وتبقى الاجابه بتاعتي د. برضو مساله مستخدمنا فيها القانون المباشر، وده محول غير مثالي. طب تعال السؤال اللي بعده. السؤال هنا بيقول لي انا معايا محول كهربي، برضو بيقول لي كفاءته 90%، يعني ادي ايتا، يعني هو محول غير مثالي، يعمل على مصدر تيار متردد. برضو بص اعطيني هنا ايه؟ قيمته العظمى. ما ينفعش، احنا بنشتغل في المحولات بالافكت. يبقى انا معايا هنا في ماكس، او ما انا عامل فيها ايه وانا بطلع معطياتي؟ اقسمها
على جذر 2. يبقى انا كده هجيب الفي بي اللي هي الفي افكت اللي هي 157 و13 من 100 على جذر 2. انا عشان انا عايز اجيبها افكت 111 وواحد من 10 فولت، ادي الفي بي. فاذا كانت القدره المعطاه في الابتدائي، يعني انا معايا بي دبليو ابتدائي بكام يا باشا؟ ب 3000 واط. طب ما انا كده بالمره اقدر اجيب الاي بي، صح؟ يمكن احتاجها، انا ما اعرفش انا محتاجها ولا لا، بس انا عارف ان البي دبليو بي بتساوي في بي في اي بي. يلا بينا، يبقى دي 3000 بتساوي 111 واحد من 10 في اي بي. هاتها احتياطي، عوزتها ما عوزتهاش خلاص. يبقى الاي بي تطلع 27 امبير. انا جبت كده تيار الابتدائي اللي اقدر اجيبه لاي ملف من ملفات المحول اجيبه. وبعد كده اذا وصل جهاز يعمل كمقاومه أمية، طبيعي جهاز يعني مقاومه. لو تفتكر كلامنا في الفصل الاول، احنا كنا من ضمن صفات المقاومه انها بتبقى موجوده جوه الاجهزه. بين طرفي الثانوي بيمر تيار اي في الملف بتاع الثانوي، يعني كأن اي اس باي يا باشا. واذا علمت ان بي على ان اس 2 على 9 يبقى هو رافع. ما نوع المحول؟ رافع، بس يعاب عليه في الاختيارات لازم يكمل رافع للجهد، لان في رافع للتيار خافض للجهد، بس ماشي. هو هنا رافع ليه؟ ايه اللي عرفك؟ لان عدد لفات الثانوي اكبر من عدد لفات الابتدائي، وبالتالي هو كده رافع للجهد. وعايز مقاومه الجهاز، عايز ار، يبقى انت لازم يبقى معاك في اس ولازم يبقى معاك اي اس، صح الكلام؟ عشان انت تقدر تجيب قيمه الار. طيب انا كده جبت ايه؟ جبت اي بي. انا كل اللي انا محتاجه، هل الفي اس معايا؟ لا. يبقى انا عندي خطوتين، خطوه تجيب الفي اس وخطوه تجيب اي اس، ثم بعدها كده اجيب المقاومه، صح الكلام؟ يلا بينا. هقول له انا معايا ايتا، يبقى ايتا بتساوي اول حاجه في اس اي اس على في بي اي بي. هي ايتا كام يا باشا؟ 90%. طيب وفي اس اي اس مش معايا، ما انا بفكر معاك بصوت عالي، عارفين بنفكر معاك بصوت عالي. انت هنا معاك ان بي على ان اس، لو جيت تبص هتلاقي ان في اس اي اس ناقصه، بس انا ممكن اسميها قدره الثانوي على بعضها، وانا معايا قدره الابتدائي اصلا اهي في بي اي بي ب 3000. يلا صفرين من هنا يطيروا مع صفرين من هنا، يبقى انا كده قدره الثانوي 90 في 30، يبقى قدره الثانوي تطلع 2700 واط. حلو قوي. طيب ما انا دلوقتي برضو لو جيت اكمل، انا جبت قدره الثانوي اهو، عشان انا ممكن اجيب المقاومه من قدره الثانوي برضو. طب مش انا معايا عدد اللفات؟ طب ما انا ممكن اقول له ايتا بتساوي في اس ان بي على في بي ان اس. يلا بينا. ايتا كام يا عم اسلام؟ 90 على 100. عايز تقول حاجه يا عم اسلام؟ جميل، يلا بينا. في اس ناقصاني ان بي، ما هو اعطيني ان بي على ان اس اهو، يبقى انا ممكن اشيل ان بي على ان اس واحط 2 على كام؟ على 9. طب والفي بي احنا جايبينها في الاول اهي 111 واحد من 10، صح الكلام؟ صفر هنا طارت مع الصفر ده، يبقى انا عشان اجيب الفي اس هضرب 9 في 111 واحد من 10 في 9 على 10 في 2 اجيب الفي اس. حلو، يبقى في اس طلعت معايا 450 اوم. ماشي. طب مش انا معايا قدره الثانوي ومعايا في اس؟ طب ما انا ممكن اجيب المقاومه عادي على طول في خطوه واحده. يلا يا اسلام نجيبها. عايزين بقى نجيبها في حته فاضيه كده مش لاقيين مكان. تعالى هنا اهو. انا دلوقتي لو عايز اجيب قدره الثانوي هقول له ايه؟ هقول له مش القدره بتاعت الثانوي بتساوي في تربيع اس على ار، صح؟ بدل ما اجيب الاي اس. طيب القدره عندي بكام جبتها انت؟ 2700. طب وفي اس تربيع 450 تربيع، احسب يا عم اسلام على ار اللي احنا عايزينها. يبقى ار بتساوي 450 تربيع على 2775. يبقى انا رافع وقيمه الار بتاعتي 75. مساله طويله لانها تدريبيه بس حلوه جدا. دي مساله محول، اسمعها كويس. طيب تعالى كده برضو مساله المحول اللي بعدها، ده كانت على فكره استرشادي رقم 6 السنه اللي فاتت 2025. هنا بيقول لي محول رافع للتيار، اول وقعه اهي رافع للتيار، يعني ده محول خافض للجهد.
ما هو انت لما تقول لي رافع للتيار يعني هو خافض للجهد. كفاءته 96% يعني معايا ايتا. النسبة بين فرق الجهد بين طرفي ملفيه 3 ل7، مش هو خافض للجهد، دي فرق الجهد خافض للجهد، يبقى المفروض دي نسبة في اس على في بي، ولا في بي على في اس؟ في اس على في بي، عشان هو خافض للجهد. يبقى عشان ما تغلطش وكلمة رافع تخونك، هي كده انا معايا ايه؟ معطى اهو، معايا في اس على في بي بتساوي 3/7. حلو الكلام. وشدة التيار المرة في الملف الابتدائي، يعني انا كمان معايا اي بي وعدد لفات الابتدائي. طب طلعوا منها عشان تشوف. اي بي بتساوي 3 امبير، ومعايا ايه؟ ومعايا عدد لفات الابتدائي، يعني معايا ان بي بكام؟ 700 لفة، وعايز هو ان اس وعايز اي اس. طب ما انا كده يا باشا ممكن اطبق قانون الايتا مرتين. اقول له ايه؟ ايتا بتساوي في اس اي اس على في بي اي بي. صح الكلام؟ يلا نعوض. ايتا اللي هي 96%، يعني 96 على 100. يلا بينا. في اس معاك؟ لا، بس انا معايا نسبة في اس على في بي. طيب ما انا اشيل في اس على في بي اهي، واحط مكانها كام على كام؟ 3/7. في اي اس اللي انا عايزها على اي بي اللي هو عطاني ب3. طيب يلا بينا، دي ما فيهاش اصفار تطير، يبقى 3 في 7 في 96 على 3 في 100 تطلع اي اس 6.72 امبير. اديني جبت لك الاي اس. انت دلوقتي معاك الاي بي ومعاك الاي اس ومعاك الان بي، ممكن تستخدم القانون الذي لا يشترط فيه المثاليه، اللي هو مين بقى؟ ان اس على ان بي بتساوي اي بي على اي اس. بس افرض انت جايب الاي اس غلط، هتجيب المطلوب التاني غلط. ده ينفع على فكره. طب انا ممكن استخدم قانون الايتا تاني. اقول له ايه؟ اقول له انا عارف ان ايتا بتساوي في اس ان بي على في بي ان اس. يلا بينا. 96 على 100 بتساوي في اس على في بي، هو عطاني على بعضها 3/7، في ان بي بكام؟ هو عطيني عدد لفات بي 700، يبقى انا معايا 700 على مين يا باشا؟ ان اس. ما فيهاش اي بقى اصفار تطير او حاجه. احنا هنقول 100 في 3 في 700 على 7 في 96، تطلع معايا ان اس. احسبها كده سلم، تطلع 312.5 لفة. فتبقى الإجابة ألف هي الإجابة الصح بالنسبة للآي اس وبالنسبة للإن اس اللي هو عايزها للمحول. مسألة المحول جميلة، بس عايز المحول يتفهم كويس، الشرح يعني بتاعه. طب يلا بينا السؤال اللي بعده. هنا بقى بيقول لي الشكل يمثل محولا كهربيا عدد لفات ملفه الابتدائي نص عدد لفات الثانوي. يعني لو عدد الابتدائي ب1، لفات الثانوي ب2. مش انت بتقول لي الابتدائي نص الثانوي؟ استخدم لتشغيل جهاز كهربي. يعني انت هنا المفروض ده المصدر الابتدائي، وده هنا ده الجهاز الكهربي اللي انت عايز تشغله. طيب، ويمثل الشكل رقم 2 التمثيل البياني للجهد الكهربي المستخدم لتشغيل الجهاز. بس ده هو عطيني الفي اس ماكس، ما هو ده الثانوي اللي هنشغل بيه الجهاز، وانا ما بشتغلش مع الماكس. يبقى انا معايا كده الفي اس افكت بتاعتي اللي هي 550 على جذر 2 عشان تبقى افكت، تطلع كام؟ 388.9 فولت. يعني ممكن نقول 389 برضو، مش هتضر يعني. احنا كده جبنا الفي اس معايا اللي هتشغل الجهاز، ومعايا ان بي ومعايا ان اس. وهل الزمن معايا ليه لازمه؟ لا، لان المحولات ترددها ثابت اصلا. طب كمل. قال لي عايز مقدار الجهد الفعال للملف الابتدائي، يعني عايز الفي بي. طب جاب سيره هو مثالي ولا غير مثالي؟ لا، طالما ما جابش سيره يبقى هو كده مثالي. معايا ان بي ومعايا ان اس ومعايا في اس وعايز في بي، تعويض مباشر يا باشا. في اس على في بي، طالما ما قالش يبقى انا بعتبره مثالي. في اس على في بي بتساوي ان اس على ان بي. يلا بينا كده. في اس بكام؟ في اس بتاعتي 388.9، والفي بي احنا عايزينها، وان اس قال لي ب2، وان بي بكام؟ ب1. يبقى انا كده عايز اجيب الفي بي،
قول لي بقى يلا الفي بي هتساوي ايه لما نعمل مقص كده؟ يبقى 388.9 على الاثنين 194 45 من 100 فولت. عملناها بالآلة الحاسبة دلوقتي، يطلع الناتج بتاعنا ب. وطالما ما قالش هو مثالي ولا غير مثالي يبقى المحول بتاعنا بيبقى مثالي. السؤال اللي بعده، تعالى كده السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل البياني المقابل يمثل جهد الملف الابتدائي لمحول كهربي. بس ده اللي عطوني ده مين؟ عطيني في ماكس. واحد يقول لي طيب بالراحه بس يا عم رامي، هو انا في النسبه والتناسب مش بقول في اس على في بي بتساوي ان اس على ان بي؟ صح. طب ما طالما نسبه وتناسب ما هي تنفع تبقى في ماكس على في ماكس عادي، صح ولا لا؟ وتنفع تبقى في افكت على في افكت عادي. طب حلو قوي، انا كان معايا في بي ماكس ب 2 فولت وبتقول لي ان نسبة عدد ان اس على ان بي 2 ل1، يبقى لازم في اس على في بي يبقى 2 ل1 برضو. ليه؟ لان ده محول مثالي، مفيش ايتا هنا، والنسبة بين الفي والان طردية. طب هو بقى بيقول لي انهي شكل يمثل جهد الملف الثانوي؟ هو طبعا واحد هيقول لي خلاص مش كانت دي 2 في، يبقى الفي اس ماكس لازم تبقى 4 في. الفي اس ماكس لازم تبقى 4 في. طب انت بتقول لي 4 في، ركز الله يكرمك، انت لما تقول لي دي 4 في وهي في ماكس تجري تاخد الاربعه في كده ولا تاخدها بدايه من السالب؟ طبعا جيم. ليه؟ اللي شارح محول عارف ان احنا بنولد في الملف الثانوي قوه دافعه مستحثه عكسيه عكس اللي اتولدت في الابتدائي، ويا اما بتبقى اعلى يا اما بتبقى اقل على حسب ده محول رافع ولا خافض. عكسيه يبقى هي هنا كانت في الموجب تيجي هنا في السالب واترفعت بدل ما هي 2 بقت 4. وبرضه من الأسئلة الحلوة. طب تعالى السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يمثل 3 محولات كهربية X Y Z. ماشي. مستعينا بالبيانات الموضحة على كل شكل عايز الترتيب الصحيح لكفاءة المحولات. يلا بينا، سؤال سهل، عايزين نجيب الإيتا. المعطيات اللي معايا كلها ان وفي، يبقى ايتا لزد مثلا بتساوي في اس ان بي على في بي ان اس. يلا نعوض. ايتا لزد بتساوي، هو عاطيني ايه؟ في اس؟ لا سيبها في اس. عاطيني ان بي، قال لي ان بي بكام؟ 4 من 10 ان اس. حل معايا على في بي اللي هي كام؟ 4 من 10 في اس اهي، 4 من 10 في اس. 4 من 10 في اس هو اللي قال لي في ان اس، هو مش عطاني. بس انا كده دلوقتي هختصر الاقي ايه؟ ان اس راحت مع ان اس وفي اس مع في اس وال4 من 10 مع ال4 من 10، يعني تطلع 100% يا باشا. مفيش اصلا اي فوائد، طلعت واحد. يعني ايتا بكام؟ 100%. طب تعالى نجيبها لواي. لو انا عايز اجيب ايتا عند واي هتساوي برضه، هو هنا عطاها لي بالايات دي اي اس، يبقى في اس اي اس على في بي اي بي. يلا نعوض. هو دلوقتي انا معايا في اس بكام؟ 60. واي اس بكام؟ قال لك اي اس مش معايا بس هو عاطيني الاي بي بدلاله الاي اس هتضيع يعني. في بي كام؟ 100. اي بي كام؟ 75 من 100 اي اس. اي اس راحت مع اي اس، ما تنساش الناتج اللي يطلع تضربه في 100 عشان تطلع معاك نسبه مئويه كام يا باشا؟ 80% كفاءة المحول واي. طب احنا عايزين نجيب ايتا للمحول اكس، هقول له برضو معطياتي في وان، يبقى في اس ان بي على في بي ان اس. كمل بقى معايا كده التعويض. هو هنا عاطيني في اس بكام؟ 600. وعاطيني ان بي بكام؟ عدد لفات بي ب 18 على الرسمه. في بي عطاها لي بكام؟ 200. وان اس عطاها لي 72. بالاله الحاسبه تطلع 75%. يبقى اعلى كفاءه هيبقى زد، يليه واي، ثم اكس. تبقى الاجابه بتاعتي هي الاجابه ج. برضه سؤال لذيذ وبيستخدم فيه قانون الايتا الحالتين بتوعه. طب تعالى كده نبص على السؤال اللي بعده.
السؤال اللي بعده هنا بيقول لي الشكل المقابل يمثل محول، والمحول ده كهربي، ما قاليش اي حاجه عنه غير ان النسبه بين عدد لفاته ان اس على ان بي 5/3. خلاص يبقى هو محول رافع للجهد. وقال لي بقى ايه ده؟ انا معاك الفي بي اهي ومعاك الفي اس اهي، وبيقول لي عايز النسبه بين قدره ملفي المحول. ما هو بص يا باشا، بالبلدي لو طلعت نسبة في اس على في بي هي ان اس على ان بي يبقى هو مثالي. لو مش نفس النسبة يبقى في فقد حصل. طب ما تيجي نجيب في اس على في بي بتساوي 200 على 120، برضه طلعت 5/3، يبقى نسبة ان اس على ان بي هي في اس على في بي، يبقى ده محول مثالي. يبقى قدرة الثانوي بتساوي الابتدائي، يبقى لازم زاوية الميل بتاعتي تبقى 45. طب لو هو غير مثالي يبقى لازم زاوية الميل تبقى أقل من 45، عشان لما تقسم قدرة الثانوي على قدرة الابتدائي لازم يطلع رقم أقل من الواحد، لأن بيحصل فقد في السكة وبتوصل قدرة الثانوي تبقى أقل من قدرة الابتدائي. جميل. طب السؤال اللي بعده، السؤال هنا بيقول لي أنا معايا جهاز كهربي قدرته 42 واط، جهاز وقدرته، يبقى دي قدرة الثانوي، يعني الجهاز بيشتغل في الملف الثانوي، يبقى دي قدرة الثانوي 42 واط. فمن المحولات المثالية التالية، يبقى المحول مثالي، يبقى قدرة الابتدائي هي قدرة الثانوي على طول كده. المناسب لتشغيل الجهاز عند توصيله بالملف الثانوي للمحول. طبعا ليك كذا طريقة، أسهلهم بقى أنت ممكن تجيب قدرة الابتدائي لو طلعت هي قدرة الثانوي تمام، ممكن تجيب في اس هنا وتجيب قدرة الثانوي، لو طلعت 42 يبقى انت برضو صح. جميل الكلام. طب انا ايه الاسهل؟ طب ما تيجي نجيب الاي بي، ولو جبت الاي بي اضرب الاي بي في 210 يبقى انت جبت قدرة الابتدائي. طب دي محولات مثالية، يلا بينا. في اس على في بي بتساوي اي بي على اي اس عشان علاقة عكسية. يلا يا سلم، معاكش؟ طب ايه اللي موجود معانا؟ معايا الانات، يبقى يلا نشتغل بالانات. حلو الكلام. انا ما لقيتش معايا اي بي وما لقيتش معايا في اس كمان، فمش هعرف استخدم القانون ده. ممكن استخدم القانون الذي لا يشترط فيه المثاليه، ان اس على ان بي بتساوي اي بي على اي اس. طب يلا بينا. انت دلوقتي معاك ان اس بكام؟ 30. ان بي بكام؟ 300. واي بي عايزها، واي اس بكام؟ ب3. يطلع اي بي بكام؟ 3/10. طب ما تيجي نجيب قدرة الابتدائي بالمرة، هتبقى في بي قدرة الابتدائي في بي اي بي، ها 210 في 3/10، ها 63 واط. ما ينفعش، لان لازم يبقى قدرة الابتدائي قد قدرة الثانوي. طب تعالى هنا بنفس الطريقة نفس القانون، ان اس على ان بي بتساوي اي بي على اي اس لغاية ما تطلع معانا ان اس 30، ان بي 300، اي بي عايزينها اي اس ب2، تطلع اي بي بكام؟ طلعت اي بي ب2/10 امبير. طب ما تيجي نجيب قدرة الابتدائي اللي هي تبقى في بي في اي بي يا جماعة، ها 210 في 2/10 كم؟ بص بقى، طلعت قدرة الابتدائي هنا قد قدرة الثانوي، يبقى هو به وما تكملش، لانك بنفس الطريقة هتشتغل في جيم وده. كان ممكن تجيب الفي اس، يعني كان ممكن تشتغل بطريقه الفي والان علاقه طرديه وتجيب الفي اس عادي، ولما تجيب الفي اس هتضرب في اس اي اس لازم برضو تطلع 42. طيب تعالى معايا كده بص على السؤال اللي بعده. تعال نحل المثال ده مع بعض. بيقول لي الشكل المقابل ده محول كهربي، قال لي ان هو مثالي، ومن بيانات الشكل اللي باين قدامي عايز قراءه الاميتر 2. طبعا باين هنا ان ده الملف الابتدائي، باين اهو لانه متوصل عنده في بي، وده الملف الثانوي. يبقى هو كده عايز قراءة الاميتر 2، يعني عايز اي اس وعايز في اس، واداني في بي واداني اي بي، وبيقول لي القراءات دي يمكن ان تكون. اول ما بيقول لك كلمة يمكن ان تكون يبقى انت لازم تجرب الاختيارات. طب ايه الفكرة هنا؟ اعمل ايه؟ مش هو مثالي؟ يبقى قدرة الابتدائي لازم تبقى هي قدرة الثانوي. طب انا عايز احسب قدرة الابتدائي، هتبقى في بي اي بي، ماشي. في بي اللي هي 120 في 3/10 تطلع القدرة بكام؟
36 واط بقى. 36 واط دي قدره الابتدائي. هبتدي بقى اجرب، ما هو في 2 دي اللي هي الفي اس، واي 2 دي اللي هي الاي اس، يبقى انا هحسب قدره الثانوي للاربعه. يلا بينا، اضرب في اس اي اس كده، 40 في نص تطلع 20 واط. لا مش هي. طب الثانيه بي دبليو اس بتاعتي 32 في 1 ب 32 واط، مش هي. طب جيب بي دبليو ثانوي هنا هتبقى 18 في 2 ونص 45 واط، مش هي. خلاص يبقى هي دي. تعال احسبها كده، قدرة الثانوي 14 و4 في 2 ونص، يبقى كده قدرة الثانوي في د قد قدرة الابتدائي، تبقى الإجابة بتاعتك د. طب تعال معايا السؤال اللي بعده، بيقول لي يوضح الشكل المقابل محول كهربي وقايل لي عليه ان هو مثالي. يتصل ملفه الابتدائي بمصدر جهد متردد قوته الدفعه الفعاله. يبقى انا كده معايا في بي افكت ماشي، ومعايا اي بي، وهنا بيقول لي عدد لفاتك كان 5 ان بقى ان، ده محول خافض للجهد ماشي. ويتصل ملفه الثانوي بجهاز كهربي يعمل بقدرته الكهربية الكاملة زد. ايه زد دي؟ ما علينا ماشي، قدرته الكهربية ومش معلومة يعني، هو عايز القدرة الكهربية للجهاز. طب ما خلصت، ما هي قدرة الابتدائي هي قدرة الثانوي عشان هو مثالي. طب يلا بينا، قدرة الابتدائي اقدر احسبها بسهولة، اللي هي في بي في اي بي، لان هي لازم تبقى افكتات، خد بالك ها، عشان ما تقوليش اصل قلت لي نسبة وتناسب تنفع ماكس في النسبة والتناسب بس. يبقى هقول له 240 في نص، يبقى يطلع كده انا معايا 120 واط واصلين للملف الثانوي. طب عايز تيار اي اس، طب ما انا معايا دلوقتي عدد اللفات. طب ما انا عندي قانون لا يشترط فيه المثاليه، مش عدد اللفات قل للخمس يبقى تياري يزيد 5 امثال. هو كان نص في 5 يبقى تياري بقى 2.5 بالفهلوه كده على طول، يبقى 2.5 امبير. يبقى الاجابه بتاعتي تبقى الاجابه ب. وده سؤال رايق قوي بالنسبه للمحولات. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا الشكل المقابل يمثل محولا كهربيا إذا كانت نسبة القدرة المفقودة في المحول 25%، يبقى إيتا بكام؟ 75%، يعني 75 على 100. يبقى هو كده محول غير مثالي. وطبعا واخد معانا في الشرح ال 25% دول فقد بسبب 4 حاجات لو أنت مراجع المحول يعني. طب أنا معايا في بي ومعايا اي بي ومعايا في اس وهو عايز اي اس ومعايا ايتا، فكده بقت مسألة تعويض مباشر. هقول له ايتا بتساوي في اس اي اس على في بي اي بي. ايتا كام يا باشا؟ 75 على 100. طب وفي اس بتاعتي بكام؟ في اس 50، واي اس انا عايزها، وفي بي ب 200 واي بي ب 2. الصفرين دول راحوا مع الصفرين دول يبقى طيب، يبقى انت هتحسبها على طول تطلع، هتضرب طبعا ال 75 في 2 في 2 على 50 تطلع اي اس بكام؟ 6 امبير. تبقى الاجابه الف. هي الفكره في ان تفقد 25% فتجيب ايتا. طب السؤال اللي بعده بيقول لي هنا محول كهربي، قال لي في البدايه ان هو مثالي. السؤال ده حلو جدا. المحول ده له ملف ابتدائي اكس، يبقى دي ان بي عدد لفات الابتدائي. طب وبعدين وقام قايل لي ملفين ثانويين زد وواي، ولو خدت بالك ان لفات زد كملت على لفات واي، يعني انا ممكن اجمعهم واعتبرهم ملف ثانوي واحد. ممكن ابص طريقه اللفه اهي مبينه ان انا ممكن اخليهم ملف ثانوي واحد. ولما وصلنا مصدر تيار متردد جهده 60 فولت في الابتدائي، يعني انا معايا في بي ب 60 فولت. عايز فرق الجهد بين A و B، يعني عايز في اس للكلية. طب ما انا كده معايا ان اس الكلية للملفين زد وواي اللي هي 500 لفة، وهو قايل لي ان هو مثالي ونسبة عدد اللفات هي نسبة الجهد، يبقى في اس على في بي بتساوي ان اس على ان بي. ماشي الكلام. انا دلوقتي عايز اعوض بالنسبه لي في اس بكام؟ ده انا عايزها في بي عطاني بكام؟ 60. ان اس الكليه 500 على ان بي ب 100. خلصت. تطلع في اس كام؟
يبقى انا عارف ان في اس للاتنين اللي هي ما بين A و B، ما هو ما بين A و B يعني للملفين الثانوي الاتنين، يبقى تطلع معايا 300. تعال نحل مع بعض السؤال ده. بيقول لي محول كهربي، وقال لي برضو مثالي، وقال لي خافض للجهد. ماشي. يعمل على جهد متردد قدره، يبقى دي الفي بي. والمحول، واخدين الفكرة دي من أفكار المحول، والمحول له ملفان ثانويان، الأول متوصل بجهاز، يبقى دي كانت الفي اس واحد ودي بي دبليو اس واحد، والتاني يتصل بجهاز مكتوب عليه، دي كده في اس 2 ودي اي اس 2. ماشي. عند تشغيل الجهازين معا نفس الوقت عايزين تيار الابتداء. انا قلت لك هنا مثالي وهنشغل الجهازين معا، يبقى ده معناه ان قدرة الابتدائي هيساوي قدرة الثانوي الاول زائد قدرة الثانوي الثاني. قدرة الابتدائي بتساوي قدرة الثانوي الأول زائد قدرة الثانوي الثاني. طيب يبقى في بي اي بي بتساوي قدرة الثانوي الأول أصلا هي معايا على بعضها زائد قدرة الثانوي الثاني في اس 2 اي اس 2. يلا بينا. دي هنا ب 220 وأنا عايز قيمة الاي بي تساوي طبعا قدرة الثانوي الأول 42 زائد في اس 2 ب 60 في 1.5. يبقى هضرب كده، هعمل الحسبة دي واقسم على 220 تطلع اي بي بتاعتي 6/10 امبير. تبقى الاجابة د. ودي فكرة مهروسة في الشرح عادي ما فيهاش مشكلة. طب تعالى كده السؤال اللي بعده. يقول لك ايه؟ الشكل المقابل يمثل محول كهربي برضو له ملفين ثانويين وليه ايتا. ما انا برضو قايل لك قانون الايتا، ما انا قلت لك الفكرة دي مرة لو مثالي ومرة لو غير مثالي. طب يلا بينا. هو كفاءته 80%، وعند تشغيل الملفين مع، أول ما يقول لي تشغيل الملفين معا يبقى إيتا تساوي قدرة الثانوي الأول زائد قدرة الثانوي الثاني على قدرة الابتدائي. قدرة الثانوي الأول زائد قدرة الثانوي الثاني على قدرة الابتدائي. طب هو عاطيني قدرة الثانوي الأول وقدرة الثانوي الثاني وعاطيني في بي واكيد عايز اي بي. فعلا ايتا كام يا باشا؟ 80%، يعني 80 على 100. قدرة الثانوي الاول 60 واط والثاني 40 واط على في بي اللي هي كام؟ 100. ما هو قدرة الابتدائي دي اللي هي في بي اي بي، 100 في اي بي. يبقى احنا كده هنقول ال 100 راحت مع ال 100 و40 و60 100، يبقى احنا 100 على 80، يبقى اي بي بتاعتي تطلع 1.25 امبير. كده انا قلت لك الفكرتين بتوع تشغيل الجهازين معا سواء مثالي او غير مثالي. تعالى كده نخش السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده: الشكل المقابل يمثل محولا كهربيا كفاءته، يعني معايا ايتا 80%، يتكون من ملف ابتدائي وملفين ثانويين، ومن بيانات الشكل عايز النسبة بين في اس 1 على في اس 2 عند تشغيل كل منها على حدة. انا برضو اديتك الفكرة دي، لو كل منها على حدة يبقى هنشتغل الابتدائي مع الثانوي الاول وبعد كده الابتدائي مع الثانوي الثاني ونجيب اللي ناقصنا وبإيتا عشان هو ليه إيتا. يبقى هقول له إيتا بتساوي البيانات كلها في وإن، يبقى في اس 1 ان بي على في بي ان اس 1. ادي القانون بتاعنا. ايتا كام يا باشا؟ 80%. حل معايا. بتساوي في اس 1 عايزينها في ان بي 4 ان على في بي 60 في ان اس 1 6 ان. ان راحت مع ان، طبعا هنا عندك صفر طار مع الصفر وادي صفر طار مع الصفر، يبقى كأنها 8 في 6 في 6 على 4 تطلع في اس 1. في اس 1 بكم؟ 72 فولت. ماشي. بعد كده هشتغل الابتدائي مع الثانوي الثاني بنفس القانون برضو. هقول له ايه؟ ايتا بتساوي في اس 2 ان بي على في بي ان اس 2، ودي 80% بتساوي في اس 2 احنا عايزينها في ان بي بكام؟ 4 ان على في بي عطالي كام؟ 60 في ان اس 2 8 ان. ان راحت مع ان
وصفر مع صفر وصفر مع صفر، يبقى كأنها بقى هنا ايه 8 في 6 في 8 على 4، يبقى في اس 2 تطلع 96 فولت. عايز في اس 1 72 على 96 تطلع كم؟ 3 على 4، تبقى الإجابة د. برضو من الأسئلة الحلوة على المحول. طيب بص معايا السؤال ده، بيقول لي الشكل المقابل دول محولين، محول واحد ومحول اتنين متصلين معا. الفكرة دي اتكررت ثانوية عامة كتير، وأنا جايب لك كل أشكالها في البنك ده. طيب وبيقول لي من البيانات اللي قدامك، طبعا أعطيك بيانات، ده الفي بي اللي هو اسمه في ان، وده الفي اس الأخير خالص، ومعايا عدد لفات كل حاجة. وبيقول لي عند زيادة عدد لفات الابتدائي للمحول واحد اللي هو الان ده لثلاث امثاله، يعني الان ده بقى 3 ان مع ثبوت باقي العوامل، يعني الانات دي زي ما هي. تعالى بقى بيقول لي الفي اس في الاخر هيحصل له ايه؟ تعال، مش كان الفي بي اسمه في ان؟ طب دي كانت 3 ان بقت 2 ان، نسبة وتناسب، يبقى في اس الاولى دي على في بي بتساوي ان اس الاولى دي على ان بي. هي في اس دي انا عايز اعرف هتبقى كام هنا، وفي بي ادي في اس واحد، وفي بي اسمها في ان. طيب وان اس واحد ب 2 ان، وان بي بقت ب 3 ان، ان راحت مع ان، يبقى في اس واحد بقت كام؟ بقت 2 في ان على 3، يعني بقت 2 على 3 في بي. ماشي هنسميها في بي يا عم، اللي هي الفي ان دي. طب هنا مفيش اي مقاومات، يبقى مفيش اي فقد للجهد، يعني هيوصل هنا برضو 2 على 3 في بي طالما الحته دي ما فيهاش فقد جهد بسبب وجود مقاومه اسلاك. طيب انت معاك هنا الفي بي 2، ومعاك ان بي 2، ومعاك ان اس 2، تعرف تجيب في اس 2 اللي هي الفي اوت، وهي اصلا محولات مثاليه. طب يلا، في اس على في بي اهو، في اس 2 على في بي 2 بتساوي ان اس 2 على ان بي 2. في اس 2 احنا عايزين نعرف هيحصل لها ايه، اللي هو مسميها في اوت، وفي بي 2 بقت 2 على 3 في بي اللي هي الفي ان بتساوي ان اس 2 بان على ان بي 2 ب 2 ان. ان راحت مع ان، المفروض حتى بالنظر كده هي عدد اللفات قلت للنص، يبقى التلتين هيقلوا للنص يبقوا تلت في بي. يبقى المفروض دلوقتي الفي اوت هيبقى يقل للتلت كقيمه، لان هو كان في وبقى تلت في اهو، صح الكلام؟ يبقى انا المفروض اقول له ان هو قلل التلت في الاخر مع ثبوت باقي العوامل، يقصد بيها ان الانات بتاعتي مش هيحصل لها حاجه غير ان انا زي ما هو قال لي هغير ده ل 3 ان، فاشتغلت مثالي عادي جدا وطلعت الناتج بتاعي. سؤال برضو كويس وعايز يتسمع كويس ويتذاكر. تعالى بقى نحل المسألة دي مع بعض، من الأسئلة الحلوة واللي فكرتها كويسة في كتاب التفوق تقريبا. الشكل المقابل يمثل محول كهربي كفاءته 100%، يعني هو محول مثالي. ليه ملف ابتدائي اسمه اكس وعدد لفاته ان، وملفين ثانويين واي وزد عدد لفاتهم على الترتيب ده 2 ان وده 3 ان. ويتصل ملفه الابتدائي بمصدر تيار متردد، وتيار ملفيه الثانوي واحد 2 اي والتاني اي. عايز القيمة الفعالة للتيار في اكس، يعني عايز اي بي يا باشا. طيب وده مثالي، وطبعا تهمل مقاومة الملفات علشان مقاومة الملفات ما تبتديش تعمل فقد في الطاقة، لانه قال لي ان هو مثالي. طيب انا دلوقتي الابتدائي ده هيشغل الاتنين ثانوي دول ومثالي، يبقى قدرة الابتدائي بيساوي بي دبليو الثانوي الاول زائد بي دبليو الثانوي الثاني. طب دي كنا بنفكها في بي اي بي بتساوي في اس واحد اي اس واحد زائد في اس 2 اي اس 2. طبعا اللي كتب القانون ده واجه مشكلة، ايه هي؟ مفيش فيهات اصلا. طب مش انت عارف ان في اس على في بي بتساوي اي بي على اي اس، صح؟ او اقولها لك يا سيدي بطريقة تانية، مش انت المحول ده مثالي؟ يعني قدرة الابتدائي بيساوي قدرة الثانوي، يبقى في بي اي بي بتساوي في اس اي اس، صح الكلام؟ وانا عندي كمان قانون بيقول لي ايه، ما انت عارف كده ان في اس على في بي بتساوي اي بي على اي اس بتساوي
ان اس على ان بي. حلو الكلام. انا قلت هنا في اس اي اس بتساوي في بي اي بي، واكمل بقى، اكمل اللي بعدها. بص اللي بعدها بتقول ايه؟ اي بي ان بي بتساوي ان اس اي اس. حاضر، يبقى اهو هقول له ايه بقى؟ اي بي ان بي بتساوي اي اس ان اس. حلو قوي. طب ما هو يبقى كده كلهم بيساووا بعض، هما مش التلاتة بيساووا بعض، يبقى انا لازم اساوي كل ده ببعض، اكتبهم جنب بعض كده. في بي اي بي، عشان اديك معلومه بس هتكتبها ملحوظه بعد كده، في اس اي اس بتساوي اي بي ان بي بتساوي اي اس ان اس. حلو الكلام على كده. طيب ما انا كده اللعبه عندي عايزه تبقى لعبه ايه؟ عايزه تبقى لعبه النات. طب ما هي في بي اي بي دي هي اي بي ان بي، يبقى انا ممكن اشيل الفي بي دي اي بي واخليها ان بي هناك اهي اي بي. حصل اهو، كلهم بيساووا بعض، فده هي ده. طب تساوي، مش الفي اس اي اس فين هي اهي؟ في اس اي اس بتساوي اي اس في ان اس. طيب يبقى اقدر اقولها اي اس واحد في ان اس واحد زائد اي اس اتنين في ان اس اتنين. فكت بقى معايا. فانا عايزك دي عندك تبقى ملحوظه في حاله ان المحول بتاعك محول مثالي. المساله دي حلوه جدا. ماشي. تعالى بقى ان بي بكام؟ بان، وانا عايز مين؟ اي بي اي اس واحد. هنقول الثانوي الاولاني ده اللي هو واي بكام يا باشا؟ ب 2 اي في ان اس بتاعته ب 2 ان زائد اي اس 2 باي في ان اس 2 ب 3 ان. اولا هناخد من هنا الان عامل مشترك هتروح مع الان دي، يبقى اي بي بتساوي 2 في 2 ب 4 اي زائد 3 اي، يبقى تطلع كام؟ 7 اي، وتبقى دي قيمة الاي بي في الاخر. طلعت معايا 7 اي، ودي من الاسئلة اللي محتاجة الملحوظة دي تتكتب عندك علشان تعرف تحل النوع ده من المسائل. جميل. طب تعالى كده السؤال اللي بعده. هنحل مع بعض السؤال ده. بيقول لي الشكل المقابل يمثل محولين مثاليين، محول A ومحول B متصلين بمصدر للتيار المتردد بفرض عدم وجود فقد في الجهد بين المحولين. طبعا لان الحته دي ما فيهاش مقاومات فما فيش فقد في الجزء دوت. ولزياده الجهد الناتج من المحول VS2، يعني احنا عايزين نزود VS2. طب احنا محتاجين الاول نعرف VS2 دي بكام وفقا للفرض اللي هو فرضه. طب ما تيجي نفرض ارقام عشان تحسها اسهل بالنسبه لك. لو قلنا ان واحد ده ب20، طيب قلت انا فرضت ان واحد ب20 وان 2 عشان عدد لفاته اقل لان ده محول خافض للجهد، فهنقول دي مثلا بقت 10 لفات. طب انا حاسس ان ده شبه ده، يبقى هنقول دي 20 لفه. طيب وعندي دي اقل من دي بكتير، نقول دي 5 لفات يا عم. طيب انا دلوقتي في بي واحد، تعال نفترض ان هي بفي، والمحولات مثاليه. خد بالك ان المحول التاني ده برضو محول خافض للجهد. حلو الكلام. هو بقى بيقول لي ايه؟ انا عايز اعرف الاول في اس 2 بكام قبل ما اعمل اي خطوه من الخطوات دي، قبل ما ابتدي ازودها. انا عايز اعرف هي اصلا بكام. تعال نشتغل. احنا القوانين بتاعتنا المفروض في بي واحد على في اس واحد بتساوي ان بي على ان بي. مفيش غير في بي واحده بس، هنقول في بي وخلاص، مش لازم نقول في بي واحد. ممكن نقول الفي بي بتاعت الابتدائي ده على ان اس واحد بتساوي ان بي على ان اس واحد. هي الفي بي واحد دي كنا احنا فرضنا بفي. في اس واحد احنا عايزين نعرف حصل لها ايه. ان بي بكام؟ ب20 على ان اس واحد ب10. تطلع الفي دي بكام؟ اللي هي الفي اس واحد قصدي، تطلع نص في. والدليل حتى كمان عدد لفاتك 20 بقت 10، يعني عدد لفاتك قلت للنص، يبقى الجهد يقل للنص، يبقى ده نص في. وعشان ما فيش فقد هنا يبقى ده هياخد نص في. ممكن دي نجيبها بالفهلوه او ان احنا نقول له هنا. طبعا هي الفي بي هنا هي الفي اس هنا، فخليها بالفهلوه احسن. ال20 بقت 5، يعني عدد اللفات قلت للربع، يبقى النص في تقل للربع تبقى تمن في. تمن في دي اللي هي كام يا باشا؟
125 من 1000 فولت او في يعني. دي كانت قيمتها قبل ما اعمل لها اي تعديل. طب تعال، انت عايز يحصل فيها ايه؟ انا عايزها تزيد. فبيقول لي الطالب هنا بيفترض انه يزود ان واحد. تعال نشوف. ان واحد دي بدل ما هي 20 هخليها 40 بس، وما غيرش غير ان واحد بس. تعال بقى، مش فرق الجهد هنا في ماشي. ال 40 بقت كام يا حاج؟ بقت 10. يعني عدد اللفات بتاعتي قلت للربع. يبقى المفروض الفي دي تقل للربع، بدل ما هي نص في تبقى ربع في، ودي طبعا هتبقى ربع في. طيب هنا دي بقى لما بقت ربع في، عدد لفاتك قل للربع، يبقى الربع في تقل للربع، تبقى 1/16 في. لا دي قلت ما زادتش. يعني هي كانت 8 في وبقت 1/16 في. يبقى الإجابة الأولى دي غلط. طب تعالى بقى نمسح الكلام ده اللي هو عاملينه بالموف ده عشان نعيد تاني نفس الفيلم ده، بس على فرض جديد. ايه بقى الفرض الجديد اللي هو قاله؟ قال لك رقم 2 زود عدد لفات ان 2. طيب ازود عدد لفات ان 2 هي 10، تعالى نخليها 15. طب ما تيجي بقى نشتغل نسبة وتناسب. انا كنت بقول اهو نفس القانون ده، في بي واحد بكام؟ بفي. في اس واحد انا عايز اعرف هتبقى كام. ان بي بكام؟ ان بي زي ما هي ب20، ال10 دي بقت 15. انا خليت ال10 دي 15. عايز اعرف في اس 2 بقت كام؟ بقت 15 في على 20، يعني كام؟ حلو، يعني بقت 3 على 4 في. يبقى دي بقت 3 على 4 في، ودي بقت 3 على 4 في. حلو. طيب ال20 بقت 5. ال20 بقت 5، يعني عدد لفاتي قل للربع. يبقى التلات ارباع عايزه تقل للربع، تبقى كام؟ تبقى 3 على 16 في. يعني انا عايز اجيب ربع التلات ارباع دول. ربع التلات ارباع دول يطلعوا 3 على 16. هي 3 على 16 اللي هي كام؟ 18 من 100 فولت، مع انها كانت 125 من 1000 فولت، بقت 18 من 100 فولت، يعني زادت. يبقى التانية دي صح، زودت الجهد دوت. طب تعالى كده معايا بقى، هشيل انا بقى اللي ايه اللي انا عامله بالاخضر ده عشان اعيد تالت حاجة هو بيفترضها الطالب، ونشوف حله صح ولا لا. هو طالب يعمل ايه؟ شيل بقى ده خالص اهو اللي بالاخضر. تعال نشوف بقى تالت حاجة هو عايزها ايه. تالت حاجة عايز يعملها، عايز يقلل ان 3. طب ما تقلل ان 3 دي يا عم، هنخليها مثلا 15 يا عم. ماشي، خلينا ان 3 كام؟ 15. طيب مش ده في والمفروض ال20 بقت 10 قللنا النص، فبقت كام؟ نص في، صح؟ ووصلت لي هنا كام؟ نص في. انت بقى بتقول لي ال15 بقت 5، يعني عدد اللفات قلت للتلت، يبقى النص في عايز تلتها. حلو، يبقى كأنك ضربت في تلت، ما انت عايز تلتها. يبقى طلعت الجديدة دي بقى كام؟ سدس في. سدس في اللي هي كام؟ 16 من 100 فولت. بعد ما كانت، ما انا بقارنها باول حالة خالص، بعد ما كانت 125 من 1000 فولت بقت 16 من 100 فولت، يعني برضو زادت. يبقى الفرض الثاني والثالث اللي قاله الطالب هما اللي فعلا بالارقام زودوا فرق الجهد في اس 2. يبقى انا في الاول فرضت ارقام من دماغي اللي بالاحمر دي الحاله الاولى، لقيت ان في اس 2 طلعت 125 من 1000 فولت. ابتديت بقى كل شويه اعمل اللي الطالب بيفترضه. في اول حاله كنت عاملها بالموف ما طلعتش، قلل في اس 2 ما زادش. تاني مره عملتها لك بالاخضر دي عشان انت تبقى مركز، لان المساله تقيله. المفروض ان زياده عدد اللفات دي زودت، لانها كانت 125 من 1000 اهي بقت 18 من 100 زادت. والاحتمال الثالث اللي بالبرتقاني اللي احنا عاملينه ده طلع لي برضو القيمه 16 من 100 بدل ما هي 125 من 1000، يعني برضو زادت. يبقى 2 و3 هي اللي صح. وده سؤال على فكره فكرته عاليه قوي وطويل على فكره في الحل، هو سؤال تدريبي. تعالى كده نحل السؤال ده. بيقول لي في الشكل المقابل يمثل محولين، وقال لي عليهم ان هما مثاليين متصلين معا عند غلق المفتاح ك، قدرة الابتداء يحصل لها ايه؟ ما هو اللي هيحصل هنا هيحصل هنا.
لان قدره الابتدائي هي القدره اللي هتوصل هنا، لان انا مثالي فالقدره ما بيحصلهاش اي فقد. طيب هو دلوقتي قبل ما انا اقفل المفتاح كان المفروض ان في اس اللي هنا هي اللي هتروح للمقاومه دي، صح؟ طيب لما هتقفل ما هو دول بقوا توازي، يعني نفس الفي اس، لكن التيار هيتغير عشان لما قفلنا المقاومات قلت، بس فضل فرق الجهد زي ما هم، لان هم الاتنين متوصلين مع بعض على التوازي. طب ما انا عندي القدره اللي هنا المفروض تبقى في تربيع اس على ار هنا، كده كده الفي فضلت مقدار ثابت، وهما الاتنين توازي قللوا المقاومه، يعني المقاومه قلت، يبقى القدره اللي وصلت هنا زادت، يبقى اكيد اللي جايه من هنا برضو زادت، لان لازم القدره هنا تساوي هنا، يبقى القدره هيحصل لها ايه يا باشا؟ هتزداد. برضو سؤال فكرته حلو. طب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده هنا بيقول لي الشكل المقابل يمثل محولين كهربيين مثاليين. احنا بنكرر في الفكرة دي عشان ثانوية عامة، بس مفيش فقد هيحصل هنا لان مفيش مقاومات هنا. طب هما مثاليين ومتوصلين مع بعض، عايز عدد اللفات ان اكس. فين ان اكس دي؟ اهي، عايز ان اكس دي. طب ما تيجي هنا من الاخر، مش انت معاك الفي اس هنا ومعاك عدد اللفات هنا 200 وهنا 50، يعني كأن عدد اللفات زايدة 4 أمثال، يبقى كأن الجهد من هنا لهنا زايد 4 أمثال، يبقى هو كان كام؟ يبقى هو كان 300 فولت. طب ما هو 300 زاد 4 أمثال بقى 1200، فهلوة كده. طب تعال، يبقى هنا كان كام؟ 300 عشان مفيش مقاومات هنا. طيب ال 600 بقت 300، يعني الجهد قلل النص، يعني ال 200 تبقى 100 عشان عدد لفاتي هتقل للنص، لان ده المفروض الفي والان بينهم علاقه طرديه، وطبعا مفيش فقد هيحصل هنا. يا اما تطبق القوانين في اس على في بي، لو انت عايز تطبق قانون هنا يبقى في اس على في بي بتساوي ان اس على ان بي يا باشا. برضه بالفهلوه، لو الارقام سهله لعينك ده بيوفر وقت كتير. طب تعالى السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده الشكل المقابل يمثل محولين، برضو قال لي عليهم ان هم مثاليين، ماشي، متوصلين بمصدر للتيار المتردد مسمينه في بي واحد، وقال لي بقى ان في بي واحد على في اس واحد بتساوي 4 على 3. طب انت في اس 2 اسف، طب ما انا من هنا ممكن اقول له ان في بي واحد دي معايا بتساوي ايه؟ في بي واحد بتساوي 4 في اس 2 على 3، 4 في اس 2 على 3، ماشي. وممكن انا من هنا كمان ان واحد دي بتاعت الملف الابتدائي بالمره، ما انا كده عدد لفاتي ان واحد اعمل مقص بتساوي 2 ان 4، دول معلومتين انا عرفتهم من النسبه والتناسب دول. طيب هو عايز ايه نسبه ان 2 على ان 3؟ طب ما تيجي نحل على مرحلتين، ما هي المساله دي على مرحلتين. المفروض هنا في بي واحد على في اس واحد اللي هو اللي هنا في اس واحد، طيب بتساوي ايه بقى؟ بتساوي ان بي واحد اللي هي ان واحد على ان اتنين. حلو الكلام. طب ما تيجي بقى نعوض، انا هنا معايا في بي واحد، معايا في بي واحد اللي هي تتحط مكانها ايه؟ 4 على 3 ها في اس 2 على في اس واحد تساوي ان واحد بكام عندك؟ 2 ان 4 على ان 2. سيبها بقى كده، خش على اللي بعده. ما هي في اس واحد دي هي الفي بي اللي هنا، فالفي بي اللي هنا اسمها في اس واحد برضه عشان ما فيش فقد هنا، ودي اسمها ان 3 اللي هي الان بي دي، ودي اسمها ان 4 اللي هي الان اس هنا. يبقى انا ممكن اجي اقول له هنا في اس واحد على في اس 2 بتساوي ان 3 على ان 4. طب هل بقى انا كده عندي اي علاقه بين هنا وهنا؟ بص كده، هو انا معايا في اس واحد على في اس 2 بتساوي ان 3 على ان 4، صح؟ يبقى في اس 2 على في اس واحد، ما بص، ما في اس واحد على في اس 2 بتساوي ان 3 على ان 4، يبقى في اس 2 على في اس واحد تبقى ان 4 على ان 3، صح؟ يبقى يلا بينا كده، انا عايز اشيل من هنا في اس 2 على في اس واحد واحط مكانها ان 4 على ان 3، يبقى هقول له 4 على 3، انا مكمل من هنا اهو، بقول له 4 على 3 مين على مين؟ ان 4 اهو على ان 3، انا شلت في اس 2
على في اس 1. خد بالك، وحطيت مكانها ان 4 على ان 3، لان في اس 1 على في اس 2 بان 3 على ان 4 تساوي. تعالى بقى 2 ان 4 على ان 2. حلو قوي. ان 4 يا باشا طارت مع ان 4 على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين، يبقى كأن اتبقى معايا لو انا هكمل هنا 2 على 3 ان 3 بتساوي 1 على ما خلاص بقى هي واحد فعلا على ان 2. حلو الكلام. تعالى بقى انت عايز ايه؟ عايز ان 2 على ان 3. طب ما تعمل مقص عشان ما تبقاش رخمه رياضه. يبقى 2 ان 2 بتساوي 3 ان 3 اهي فوق اهي. 2 ان 2 بتساوي 3 ان 3، يبقى ان 2 على ان 3 بتساوي 3 على 2. تبقى الاجابه بتاعتي يا عم اسلام مين؟ الف. صح الكلام؟ حلو قوي. برضه فكره تقيله شويه، بس احنا بنعرف التقيل عشان نعرف برضه نحل الخفيف بتاع المحول. وعلى فكره يا جماعه اي حاجه تقيله عايزه معافره، يعني تقراها كذا مره كذا مره كذا مره، تسمع حلها كذا مره. احنا برضه بنعمل كده عشان نقدر نوصل لك المساله باسهل حل ممكن. طب تعال السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي برضه بنفس الفكره، الشكل المقابل يمثل محولين كهربيين اكس وواي متصلين معا، وكانت كفاءة المحول واي 90%. واي ده معايا ايتا بتاعت واي بكام؟ 90%. طب يا باشا، والجرس الكهربي المتصل بالملف الثانوي واي الفي اس بتاعته بكام؟ ب 3.96 فولت. طبعا مفيش مقاومات هنا، مفيش فقد هنا. معايا عدد لفات ان اس دوت لواي، طبعا دي في اس واي ودي ان اس واي ودي ان بي بتاعت واي، ومعيش الفي بي بتاعت واي هنا. طب بس اكمل. وبيقول لي الجرس متوصل بالجهد دوت، عايز كفاءة المحول ده. طب ما انا دلوقتي لو عرفت اجيب الفي بي واي ومفيش فقد هنا، هتبقى هي الفي اس بتاعت اكس اللي هنا، دول بيساووا بعض اصلا. طب ما تعالى استخدم قانون الايتا بتاع الواي واقول له ايه بقى؟ يلا، ايتا عند واي بتساوي في اس ان بي على في بي ان اس بالنسبه لمين؟ لواي. يلا يا عم اسلام، ايتا كام؟ 90 على 100 بتساوي، حلوا معانا يا شباب بقى اللي بيسمعنا، في اس بكام؟ في اس 3.96 في ان بي 200 على في بي اللي انا عايزها، دي الفي بي بتاعت واي. الفي بي بتاعت واي مش معايا، في ان اس بتاعتي بكام؟ ب 10. طبعا هتلاقي صفر طار مع صفر، وعندك الصفر ده بقى طار مع الصفر ده، اول 10 طارت مع ال10 يعني. يبقى انا هقول له المفروض ان 3.96 في 200 على 9 تطلع في بي واي كام؟ 88 فولت. يبقى هنا كان في 88 فولت، يبقى هنا كان في كام؟ 88 فولت اللي هي الفي اس اللي هنا. ومعايا انا هنا ايه؟ ان اس بتاعت اكس، ومعايا ان بي بتاعت اكس، ومعايا في بي بتاعت اكس، وعايز ايتا عند اكس تطلع كام؟ ما تنساش وانت بتحسب ايتا لازم تضرب في 100. هقول له في اس ان بي على في بي ان اس. يلا بينا. في اس بتاعته 88 وان بي بتاعته قيمتها 200 والفي بي بتاعتي 220 والان اس بتاعتي ب 100، يطلعوا واضرب الرقم اللي الناتج اللي يطلع في 100 تطلع 80%. هي كانت طالعه كام قبل ما اضرب في 100؟ كانت طالعه 8 من 10. يبقى تطلع معاك 8 من 10 تقوم ضاربها في كام؟ في 100. يبقى تطلع الكفاءه هنا 80%. وبرضه سؤال جميل وفكره جديده رغم انها جت ثانويه عامه، بس السؤال هنا فكرته جديده، تهتم بسؤال زي ده. وارد جدا برضه يبقى سؤال ثانويه عامه عادي جدا مفيش مشكله. طب تعال السؤال اللي بعده. البنك معظمه طبعا محول، لان اسئله المحرك ودرس المحرك انتوا عارفين درس سهل جدا، ويعني يمكن اسئلته محدوده. هنا برضو ده سؤال جديد جدا وبيسألك عن كفاءة النقل. طب تعال، الشكل المقابل يمثل مخطط لمحول كهربي ينقل قدرة كهربية من محطة توليد كهرباء إلى مصنع يعمل على فرق جهد. يعني المصنع ده الفي اس بتاعت المصنع اللي وصلت له 1800 فولت عبر خطوط نقل. فإذا كان فرق الجهد بين طرفي كل مقاومة، يعني انت صارف هنا 100 على المقاومة دي وانت صارف على المقاومة دي 100. طب ما انت كده بالراحة،
انت هنا معاك 1800 فولت صارفهم على المصنع، ومعاك 100 فولت صارفهم على المقاومة ار، و100 هنا، يبقى انت صارف 2000 فولت هنا. يعني معنى كده ان انت كان جاي لك 2000 فولت، فقدت هنا على المقاومات 200، وصل للمصنع 1800. طب هو مش التيار اللي ماشي هنا ثابت اللي هو التيار الثانوي؟ طب هي كفاءة النقل بتساوي ايه؟ قال لك يا باشا كفاءة النقل بتساوي القدرة الواصلة للمصنع على قدرة المحطة. طيب بالراحة بقى، هي القدرة اللي وصلت المصنع مش القدرة في اي؟ طب واحد يقول لي في اي، اقول له ماشي، في اللي هي كام؟ 1800 في مين؟ في اي اس اللي وصلت، صح كلامي؟ ماشي. على، مش قدرة المحطة دي، القدرة اللي كانت في المحطة هنا هي عبارة عن القدرة المفقودة في الأسلاك زائد قدرة المصنع اللي وصلت؟ يبقى قدرة المحطة دي لو شلتها هحط مكانها القدرة المفقودة في الأسلاك زائد القدرة اللي وصلت المصنع. طيب ما هو القدرة دي عبارة عن، المفروض ان انا يبقى معايا في اي برضه، ما هي نفس الاي اس اللي رايح على المصنع، لان هم كلهم توالي قدامك اهو. طب يبقى انا هفكها واقول كام؟ اقول ان هم القدره المفقوده في الاسلاك في اي، يعني 100 في اي اس برضه، ما هي في اي. طيب حلو قوي، زائد القدره اللي وصلت 200، اسف 200، ما هو المفروض 200 في اي اس. ليه 200؟ لان فرق الجهد اللي اتصرف هنا 200 في الاي اس بتاعتك اللي مريت عليهم، زائد قدره المصنع اللي هي 1800 الفي في الاي اس، باعتبار ان القدره في اس اي اس يعني. ماشي، انا اخد من تحت الاي اس عامل مشترك تروح مع الاي اس، كاني هنا بقسم ايه؟ بقسم الفرق الجهد اللي وصل المصنع على فرق الجهد اللي كان عند المحطه، يبقى انا بقسم 1800 على 2000، هي برضه لان الايات طارت، كاني بقسم فرق الجهد اللي وصل للمصنع على فرق الجهد اللي كان عند المحطه. 1800 على 2000 تطلع كام الاول يا اسلام؟ حلو، 9/10 نضرب في كام؟ في 100، يبقى تطلع كفاءة النقل 90%. ودي من الأسئلة الجديدة جدا واللي كفاءة النقل ما بيتسألش عليها كتير في الكتب الخارجية. طب تعال السؤال اللي بعده، تعال نحل مع بعض السؤال ده. بيقول لي الشكل المقابل اهو، ده بقى ثانوية عامة قبل كده، عشان المكان ده ما بقاش فاضي بقى فيه مقاومة 20. بيقول لي محولين مثاليين متوصلين مع بعض مستخدما البيانات اللي قدامك، عايزين القدرة الكهربية المستنفذة في المقاومة 18. طب ما بالراحة، هي مش قدرة الابتدائي هنا هي قدرة الثانوي هنا؟ ماشي، تعال نجيب بقى قدرة الابتدائي هنا. قدرة الابتدائي بكام؟ اقول له والله قدرة الابتدائي هتبقى في بي اي بي اللي هنا اللي هي كام بقى يا عم اسلام؟ 220 في ربع، يبقى يطلع قدرة الابتدائي 55 واط. يبقى القدرة اللي وصلت هنا برضو 55 واط، ومعايا في اس، اجيب اي اس. ليه اجيب اي اس؟ خدوا بالكم بقى، لان اي اس اللي هتمشي هنا هي اللي هتعدي على المقاومة 20. طيب يبقى انا هنا ممكن اجيب قدرة الثانوي اللي هي معايا بتساوي في اس اي اس، كل ده للمحول الاولاني. قدرة الثانوي 55 برضه عشان قال لي مثالي، في اس 110، هات لنا اي اس يا باشا. تطلع اي اس قيمتها نص امبير. طب ما هو الاي اس ده هيعدي هنا نص امبير، يبقى في قدرة مفقودة هنا. لان انا دلوقتي عندي مقاومة، فهقوم انا جاي هنا جايب له ايه؟ البي دبليو المفقودة في الاسلاك او في المقاومة اللي قدامي دي، هتبقى اي تربيع اس في ار، نص تربيع اهو، نص تربيع في 20، يطلع المفقود كام؟ حلو، يطلع المفقود 5 واط. يبقى انت كنت هنا 55، وصلت 55 عشان بقى هنا في مقاومة فقدت 5 واط، يوصل هنا 50 واط مثالي، يبقى يوصل هنا 50 واط. تبقى الإجابة بتاعتك هي الإجابة ب. دي من الأسئلة ثانوية عامة ومهمة جدا. تعالى برضو فكرة شبهها ايه بس على فرق الجهد بقى اللي بيتفقد، مش على القدرة المفقودة. الشكل التالي يمثل محولين كهربيين برضو مثاليين اكس وواي، يستخدما لنقل الطاقة الكهربية في إحدى خطوط نقل الكهرباء مستخدما البيانات اللي قدامك.
هات الجهد اللي اتفقد خلال الخط، يعني هنا عند ال20. طب بص بقى بالعقل كده، مش انا هنا 100 فولت، معايا 100 لفه، عدد اللفات زادت 5 امثال، يبقى ده يزيد 5 امثال يبقى 500 فولت. طب تعالى الناحيه الثانيه، مش انا هنا 400 بقت 100، يعني انا قلت للربع، فالمفروض ال100 دي قلت للربع، يبقى انا هنا كنت كام؟ 400 عشان اقل للربع برضو. طب انا كنت هنا 500 فجأة بقيت هنا 400، يبقى انا فقدت هنا 100 فولت. يبقى الجهد المفقود هنا هيبقى كام؟ 100 فولت بس كده. طب تعال السؤال اللي بعده. هنا سؤال على التيارات الدوامية، نموذج استرشادي رقم 2525 عشان تحد من التيارات الدوامية للمحرك الكهربي. طبعا احنا قايلين قلب الحديد اللي جواه لازم يتقسم لشرايح معزولة عن بعضها بأكسيد الحديد أو الشمع، ولازم نزود مقاومته عشان يحد من التيارات الدوامية. فنقلل مقاومته دي غلط، نقسمه إلى أقراص معدنية معزولة. طبعا هي دي الإجابة اللي تحد من التيارات الدوامية. طب السؤال اللي بعده يقول لي هنا الشكل المقابل، أسئلة محرك اهي. الشكل المقابل محرك كهربي، وعلى هذا التركيب توقع أحد الدارسين أن على التركيب ده طبعا المحرك بيمرر هو تيار، فادي التيار اهو مر كده، طبعا ده تيارك المستمر. هل هيمر تيار عبر الملف مع عقارب الساعة؟ حصل مع عقارب الساعة طبعا، يبقى الأول صح. هل يدور الملف في اتجاه عقارب الساعة؟ احنا قلنا المحرك محتاج فليمنج لليد اليسرى عشان فكرة عمله عزم الازدواج او التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. طيب تعال نتكلم عن الضلع ده، مش المجال من الشمالي للجنوبي، فليمنج لليسرى، المجال من الشمالي للجنوبي وتيارك طالع لفوق، يبقى المفروض القوة دي لجوه، يعني ده بيتأثر بقوة لجوه، يعني لو هو زي ايدي كده هيتأثر بقوة لجوه، فده هيتأثر بقوة لبره، فهيلف كده. يبقى هو كده المفروض بيلف ايه؟ اهو انا عامله كده تاني اهو، انا هنا بطبق فليمنج لليسرى. طب بما اني بطبق فليمنج لليسرى هطبقها على الضلع ده الاول، هاته بره اهو، بيمر عليه تيار كده وجاي له مجال اهو كده. طيب يبقى انا لما اطبق فليمنج انا طياري لفوق وماشي كده، يبقى متاثر بقوه لجوه. يعني انا بالنسبه لي معلش حاجه صغيره اهو، لو انا بدي كده اهو، لو ده الملف يبقى هو المفروض عايز يلف كده. طب هو بيلف كده، بيلف مع ولا عكس عقارب الساعه؟ هو كده بيلف عكس عقارب الساعه. يبقى انا بالنسبه لي هل هو كان في اتجاه عقارب الساعه؟ لا غلط، ده هو لف عكس عقارب الساعه وفقا لقاعده فليمنج لليد اليسرى. طب الاسطوانة المعدنية المشقوقة تعكس اتجاه التيار في الملف، الاسطوانة دي بتعكسه في الملف كل نص دورة، بتعكسه عشان توحد اتجاه دورانه. فاكر المقارنة اللي واخدين معانا المحرك مع الدينامو وعملنا مقارنة؟ يبقى دي كمان غلط، يبقى الإجابة الصح هي 1 فقط. جميل. طيب تعالى كده السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هنا برضو محرك بس رابط عزم الازدواج معاك، اللي فاهم عزم ازدواج كويس هيحل السؤال ده بسهولة. الشكل المقابل يمثل محرك كهربي. محرك كهربي هو محرك كهربي موتور يحمل ملف تيار اي ثابت الشدة، وكان في الوضع ده يعني هو كان مايل عامل زاوية، ما كانش لا في الموازي ولا في العمودي، كان عامل زاوية وموضوع في مجال بي، وعند تلك اللحظة اللي عامل فيها زاوية عايز النسبة بين القوة اللي أثرت على الضلع واي زد، ما هو ده الضلع اللي بيعمل الزاوية، يعني القوة دي على الضلع ده اللي هي بي اي وهو طوله ال، والساين بتاع الزاوية اللي هو عاملها. بينما الضلعين الطوليين اللي بيدوروا حول محور او اللي بيوازوا محور الدوران دول بتبقى القوة عليهم دايما ماكس عشان بيعززوا بعض فيلف بعزم ازدواج. يبقى على القوة على الضلع زد ال دي برضو المفروض اللي هي تبقى بي اي في طول الضلع ده اللي هو 3 ال، طبعا ساين 90 هو دايما قيمة عظمى، يعني الضلع ده والضلع ده دايما متأثرين بقوة قيمة عظمى، الضلعين التانيين قوتهم على حسب الزاوية بين مستوى الملف مع المجال. ماشي، النسبة دي بتساوي 1/6، دي راحت مع بي والاي مع الاي والال مع ال، يبقى انا كده بالنسبه لي 1 في 3 في ساين 90 اللي هي ب1 يعني 3 بتساوي 6
ساين سيتا، يبقى ساين سيتا يا باشا طلعت معايا بنص، شفت ساين النص، يبقى الزاوية اللي كان عاملها، بص اقرا بقى، الزاوية التي يميل بها مستوى الملف هي مع المجال هي الزاوية دي قيمتها 30، لأن هو بيتأثر بها الضلعين العرضيين. سؤال حلو جدا، ورابط المحرك بعزم الازدواج. طب تعالى كده السؤال اللي بعده. بص معايا السؤال ده بيقول لك محرك كهربي بسيط يبدأ في الدوران عندما يوازي ملفه خطوط الفيض. ماشي، يعني خطوط الفيض معايا ومستواه بيوازي خطوط الفيض دي، ماشي، وعزم الازدواج ساعتها طبعا بيبقى قيمة عظمى. عايز النسبة بين عزم الازدواج لما يدور 30 درجة من الموازي. طب ما ادي خطوط المجال وهو اهو، لو دار 30 درجة من الموازي هيبقى هو والمجال عاملين 30، ومش هي دي الزاوية بتاعت عزم الازدواج، يعني هتبقى سيتا بتاعتك 60، يبقى طبعا هتساوي فوق ساين 60. طب وفين بي اي اي ان؟ ما هي بي اي اي ان كده كده ثابته للاثنين عشان تاو ماكس ساين سيتا على. طب لو ضرب زاويه 30 من الوضع العمودي، يعني هو عمل زاويه 30 مع العمودي، هي دي الزاويه، يبقى انا هقول له على ساين 30. يلا يا باشا، لو عملنا ساين 60 على ساين 30، ليه بقول كده؟ لان تاو في اللحظه الاولى هي عباره عن تاو ماكس ساين 60، ماشي، ولو انا عايز اجيب له تاو في اللحظه الثانيه فهي بتبقى تاو ماكس برضو بس ساين كام؟ 30، فتاو ماكس راحت مع تاو ماكس، يبقى ساين 60 على ساين 30 تطلع كام؟ جذر 3. تعال نحل السؤال ده مع بعض. بيقول لي أي من الأشكال الآتية يمثل العلاقة بين قدرة الابتدائي وقدرة الثانوي لو مثالي؟ الاتنين بيساووا بعض، يبقى لازم الزاوية بينهم تبقى 45. ليه؟ تان 45 بواحد، وتان 45 ده الميل، فلما تقسم صاد على س لازم يطلع واحد. طب افرض كان غير مثالي، يبقى لازم قدرة الثانوي تبقى أقل من قدرة الابتدائي، يعني لازم لما تقسم بي دبليو ثانوي على بي دبليو ابتدائي يطلع الرقم أقل من واحد، يبقى لازم زاوية الميل تبقى أقل من 45، ويبقى ده لو هو قال لي إن هو غير مثالي. برضو من الأسئلة الكويسة. طب تعالى كده السؤال اللي بعده. السؤال هنا بيقول لي إذا كان الجهد وتردد التيار في الملف الابتدائي لمحول مثالي ب10، يعني أنا معايا هنا الفي بي ب10 ومعايا التردد ب50، وعارفين طبعا إن ترددات المحولات ثابتة، وكان عدد لفات الابتدائي ضعف عدد لفات الثانوي، عدد لفات الابتدائي 2، عدد لفات الثانوي 1. بيقول لي بقى جهد الثانوي. هو دلوقتي المفروض إن المحول ده إيه؟ نوعه إيه؟ هو بيقول لي لفات الابتدائي اكبر من لفات الثانوي، يعني ده خافض للجهد، يعني لازم ال10 تنخفض وتقل للنص زي ما عدد اللفات قلت للنص، يعني هتبقى 50، هتبقى اسف 5، لان انا كنت 10 فهقل للنص. ما العلاقه بين الفي والان علاقه طرديه يا باشا، والتردد يفضل زي ما هو، تبقى 50 و5، تبقى الاجابه كام؟ ب. سؤال رايق وسهل ما فيهوش مشكله. طب تعال السؤال اللي بعده. هنا محول مثالي رافع للجهد، يعني اولا انا عرفت انه مثالي وعرفت انه رافع للجهد، ونسبة لفاته 3-2، يبقى دي ان اس على ان بي. ليه؟ عشان رافع للجهد، عدد لفات الثانوي اكبر من عدد لفات الابتدائي. اتوصل ملفه الثانوي بجهاز يعمل على جهد 300 فولت، يبقى دي الفي اس، ماشي، فإن الاختيار المعبر عن في بي. طيب ما هو بالعين كده، مش هو رافع للجهد، يبقى لازم يرفع الجهد بتاعي. هو كان الفي اس 300، يبقى الفي بي لازم تبقى أقل من 300 عشان هو رافع للجهد. أقل من 300 200 و200، يبقى ألف وجيم بالفهلوة كده أهو. ما أنت بتقول لي رافع للجهد، يعني في اس أكبر من الفي بي، يعني الفي بي لازم تبقى أقل من 300. طب ونسبة القدرة مش هو مثالي 1:1، تبقى الإجابة جيم هي الإجابة الصح طبعا. ماشي، تعالى كده نبص السؤال اللي بعده. نيجي هنا السؤال ده بيقول لي في الشكل المقابل ده محول كهربي من البيانات الموضحة قدامك. واحد يقول لي ايه ده؟ هو ده المصدر المتردد؟ يعني ده الملف الابتدائي والملف الثانوي متركب عنده محرك، ماشي، يعني دي في بي والمفروض دي اي بي
والمفروض دي اي اس، والمفروض ان دي في اس. ماشي يا عم، عايز ايه بقى؟ ما نوع هذا المحول؟ هو كان معاه 200 فولت بقوا 30، خافض للجهد، خافض للجهد رافع للتيار. كفاءة المحول يلا نحسبها. ايتا بتساوي في اس اي اس على في بي اي بي. يلا بينا. في اس اللي هي 30، اي اس بتاعتك بنص، في بي بتاعتك ب200، اي بي ب1/10. تطلع ايتا كام؟ طبعا 75 من 100. ها؟ وهنضربها في 100 يبقى تطلع كام؟ 75%. حلو قوي. يبقى انا عرفت كده بعد ما ضربتها في 100 ان النسبة هنا بتاعت كفاءة المحول 75%. عايز النسبة بين عدد لفات الابتدائي على عدد لفات الثانوي. طب ما هو بيساوي اي اس على اي بي، علاقة بينهم عكسية، وده قانون لا يشترط فيه المثالية. عادي، اي اس بنص على 1/10، يبقى انا هقسم نص على 1/10 تطلع 5/1. صح جدا، برضو من الأسئلة الرايقة واللي ما فيهاش مشكلة يعني. طب تعالى السؤال اللي بعده. السؤال هنا بيقول لي في الشكل المقابل. طبعا السؤال ده داخل فيه حس ذاتي، لان احنا خدنا في المحول حس ذاتي وحس متبادل، وقعدنا نلعب لعبة هنا. اقفل الملفين الابتدائي والثانوي يحصل ايه، اقفل الابتدائي بس وافتح الثانوي يحصل ايه. احنا خدنا الحالتين، تعال نجاوب. في الشكل المقابل عند غلق المفتاح كي. اقفل بس، ده يا عم رامي مصدر مستمر، وانت قلت لي ان المصدر المستمر ما يشغلش المحول، يعني اللمبه مطفيه. لا، ما هو انت لما تقفل هيحصل نمو لحظي للتيار قبل ما يوصل للقيمه العظمى. اهي اللحظه دي انا بقى عايز اعرف هيحصل فيها ايه. هل في اللحظه دي هيبقى التيار اثناء نموه هنا هيبقى في حاله زياده فهيولد هنا قوه دفع مستحثه عكسيه؟ لان نموه لحظي، يولد الناحيه الثانيه قوه دفع عكسيه لحظيه، وتيار مستحث لحظي عكسي يضيء المصباح اضاءه لحظيه. يبقى هو بيقول لي جميع العبارات الاتيه صحيحه ما عدا هل يتوهج باستمرار. دي اللي غلط. تعالى بقى، يتوهج لحظيا بسبب تولد قوه دفع مستحثه عكسيه لحظيه اثناء نمو التيار لحظيا قبل ما يوصل للقيمه العظمى. اول ما التيار يوصل للقيمه العظمى لن يعمل المحول فهيبتدي ينطفئ. دي صح. هيتولد في الابتدائي تيار مستحث عكسي بالحث الذاتي. هو مش في نمو لحظي للتيار في الابتدائي بيتولد في اللحظه دي قوه دفع عكسيه تقاوم هذا النمو، فبرضه هو بينمو 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 لغايه ما بيوصل يا باشا للقيمه العظمى بتاعته عادي، وبينعدم الحث الذاتي. بس هيحصل، وهيتولد بالحث المتبادل تيار مستحث لحظي هو اللي هينور اللمبه دي اضاءه لحظيه. طب تعالى كده السؤال اللي بعده. يجي هنا يقول لي ايه في الشكل المقابل عند غلق المفتاح كي. طيب بالراحه بقى، عند غلق المفتاح كي هيبتدي ده يضيء لحظيا ثم ينطفئ. ليه؟ لان اثناء نمو التيار هنا نمو لحظي هيتولد هنا قوه دفع مستحثه لحظيه عكسيه وتيار مستحث لحظي عكسي، يبقى ده يضيء لحظيا ثم ينطفئ. لكن ده يا باشا هيتاخر في اضاءته شويه، لان التيار العكسي هيقاوم نمو التيار اللي هيشغله الى ان يصل التيار الاصلي للقيمه العظمى، يعني عدم الحث الذاتي ده يفضل يضيء باضاءه ثابته. يبقى بي 1 هيضيء بشكل دائم، لكن بي 2 هيضيء لحظيا، فتبقى الاجابه ب هي الاجابه الصح. طيب السؤال اللي بعده. تعالى برضو السؤال ده جميل جدا ومشهور. الشكل يوضح محول رافع للجهد. انا معايا هنا الفي بي يستخدم في نقل القدره الكهربيه لمصدر متردد قوته الدفعه 200 الى الجهاز ده معاه 5800 واط، وخلال خط نقل، يعني هنا في خط نقل مقاومته 2. يعني معنى كده ان اللي وصل ده مش هو اللي كان مع المحطه في البدايه اثناء النقل، لان في هنا مقاومه 2 وتيار 10 امبير في الاسلاك. معنى كده ان هنا المفروض يبقى في فرق جهد بيتصرف هنا، اللي هو في المفقوده هنا اي في ار 2 في 10 ب 20 فولت، وفي كمان قدره مفقوده هنا. لو انا بجيب القدره المفقوده في خط النقل فالقدره دي هتساوي اي تربيع في ار.
طب اي تربيع يعني 10 تربيع ب100 في 2 يبقى 200 واط. يعني معنى كده انه وصل للثانوي قدرتين، قدرة المصباح 5800 والقدرة اللي هتتفقد في الأسلاك اللي خط النقل اللي بينقل 200 واط. هو عايز قدرة الثانوي عند بداية خط النقل، يعني من بداية خط النقل لغاية الآخر، يبقى 5800 و200 يبقى 6000 واط. طب بما ان القدرة بتاعت الثانوي 6000 واط، ما هي قدرة الثانوي بيساوي فرق جهد بتاع الثانوي في التيار بتاع الثانوي. قدرة الثانوي كام؟ 6000 والتيار اللي ماشيينه كام؟ 10. يبقى فرق جهد الثانوي هيبقى كام؟ 600. يطلع 600 ازاي؟ ما هو في منهم 20 هنا وهيوصل هنا كام؟ 580 فولت واصل للجهاز لوحده. طب شد التيار الملف الابتدائي. طب ما انت معاك في اس، او انا هنا شايف انه محول حد جاب لي فيه كفاءه، فيه كفاءه، يبقى انا ممكن اقول له ايه؟ ايتا بتساوي، صح يا باشا، ايتا هتساوي في اس اي اس على في بي اي بي. تعالى قدرة الثانوي على بعضها معايا، ايتا معايا 60%، قدرة الثانوي على بعضها 6000، معايا في بي ب 200، هجيب الاي بي بسهولة، الصفرين طاروا مع الصفرين، يبقى 2 في 60 على 6000 تطلع اي بي بكام؟ ب50. طب اذا كان عدد لفات الابتدائي عدد لفات الثانوي 1200، عايز عدد لفات الابتدائي. طب ما انا ممكن اعملها بنسبة التيارات، مش انا كده بقى معايا التيارات، اقول له عشان ما استخدمش الايتا تاني يعني، يبقى انا ممكن اقول له ان اس على ان بي بتساوي اي بي على اي اس. ان اس بكام يا باشا؟ ان اس ب 1200، وانا عايز مين؟ ان بي تساوي اي بي بكام؟ اي بي احنا لسه جايبينها فوق ب50 على اي اس اللي هي كام؟ 10. صفر راح مع الصفر، يبقى 5 ان بي بتساوي 1200، يبقى ان بي تطلع 240. ده سؤال مشهور جدا على فكرة، ومن الأسئلة برضو الجميلة اللي بتبين إن الجهد اللي بيوصل للثانوي أو القدرة اللي بتوصل للثانوي ممكن تبقى متوزعة على كذا حاجة في الثانوي يعني. طب تعالى كده السؤال اللي بعده. تعتمد فكرة عمل الموتور طبعا على عزم الازدواج أو التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. ده سؤال عادي جدا. بعد كده هنا يقول لي ينعدم عزم الازدواج في ملف المحرك لما تبقى الزاوية بين المستوى والمجال 90 طبعا، لأن أنا قلت لك لما يبقى عمودي بيبقى عزم الازدواج منعدم زي اي ام اف كده بتاعت الدينامو. ماشي. طب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده هنا يقول لي إذا زادت شدة التيار في ملف الموتور، عزم ثنائي القطب، ما هو عزم ثنائي القطب إيان هيزيد. طب وعزم الازدواج ما هو بيان برضه هيزيد، لأن الاتنين علاقة طردية مع الآي، يبقى الاتنين هيزيدوا. ده سؤال سهل وجميل، يزداد يزداد. طب تعال السؤال اللي بعده، ركز معايا. يستمر دوران ملف الموتور بسبب، يستمر دورانه بسبب القصور الذاتي، لكن في حتة ما حطناش عليها أسئلة هنا، ينتظم أو تنتظم سرعة دوران الموتور ذاتيا طبعا بسبب تأثير الحث الذاتي وتولد قوة دفعة مستحثة عكسية. وانا اديتك كده شويه قوانين اي محركه، هو انت ما عليكش مسائل اي محركه، بس انا اديتك مسألتين واديتك قوانين على المحرك عشان يعني تبقى في ليفل الوحش بالنسبه للجزء ده. 50 سؤال بافكار عاليه جدا كلها محاكاه للثانويه العامه، يمكن ما عدا كام فكره بافكار اعلى شويه، اسمعهم كويس يبقى انت قفلت محول ومحرك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.